His name is John C. يعني ايه اتنين يضربوا بعض؟ يعني احنا كده محتاجين بقى مدرس يمسك الفصل، او مدرب يمسك بقى العصاية والبتاع واللي يتكلم يا جماعة ده يا جماعة، يعني ايه اتنين يضربوا بعض؟ يعني ايه واحد يروح المستشفى يا شباب؟ ايه ده يا شباب؟ ايه اللي بيحصل ده؟ احنا في نادي ولا في سيرك ولا في الشارع؟ ولا نجيب البوليس ولا نعمل ايه؟ طبعا هو عبث كروي، وخلينا نقول ان ده نابع عن ان اصلا اللعيبة مش جاية عشان تلعب للنادي، ولا جاي انها تلعب لاجل الشعار او انها بتجري لاجل الشعار. هم بس ما هم الا جايين عشان ياخدوا اللقطه وياخدوا السوكسي كده ان هم لعبوا في ريال مدريد وان هم عملوا حاجه. ودي هتحسها، والفرق واضح بين الجيل اللي قبل كده، رونالدو، بيل، راموس، بيبي، وكل اللعيبه دي، بعكس الجيل اللي موجود، اللي اكيد فيه لعيبه الى حد ما بتحاول وبتجري لاجل الشعار، ولكن الاغلبيه او المعظم يا اما مش عارف هو بيعمل ايه، قاعد مش فاهم، هو مجرد بس شايف ان ريال مدريد فريق كبير فهو موجود فيه، او مجرد ان هو عايز ياخد اللقطه، امثال مبابي، فينيسيوس جونيور، حاليا بقى فالفيردي، انا مش متفاهم. فانت النهارده مش عارف تحدد وتقول هي اللعيبه دي عايزه ايه بالظبط. بس خلينا نرجع بالوقت كده شويه، هي المشكله بدات من المشكله بدات ان اصلا ريال مدريد مش فريق عايز بيبني مشروع. يعني هو مش يعني هو مش مثلا ارسنال او فرقه تانية بتبتدي واحده اتنين يبتدي رئيس النادي يساعدها خطوه في التانية في التالتة، لا ده هو فريق دايما بيجيب النجوم. ولكن المره دي المشكله كلها ان النجوم ما كانتش على القدر الكافي من المسؤوليه، ووصلت لمرحله ان هم خسروا الدوري وخسروا طلعوا من الشامبيونز ليج مرتين ورا بعض. طب هل دي مشكلة لعيبة، مشكلة مدرب، مشكلة جاية منين بالظبط، مشكلة رئيس نادي؟ خليني اقول لك ان المرة دي زي ما قلت لك ان اللعيبة ما كانوش قد المسؤولية، بعكس اللعيبة اللي فاتت اللي هم كانوا نجوم اوريدي بس عندهم روح المسؤولية، جايين فعلا يقاتلوا كده لاخر نفس كده. الشباب يعني راموس ده كان لاخر ذرة نفس كان يروح ويحارب ويعمل فاول ويطرد لاجل ريال مدريد يكسب، او لاجل ريال مدريد ياخد مثلا بوينتس زياده او يعدي في الشامبيونز ليج او. فده الفرق، وفرق واضح قوي بين الجيلين. طيب فلما نرجع ورا شويه وايام تشابي الونسو، اللي انا مش عارف صراحه هو مشي ليه وما خدش فرصته، وان رئيس النادي ضغط عليه وجه في صف اللعيبه، جه في صف فينيسيوس جونيور على تشابي الونسو. وده يوضح قد ايه ان ريال مدريد مش فريق مدربين، ولكن هو فريق لعيبه اكتر. سامع حد بيقول لي طب وزيدان؟ لا يا معلم، زيدان ده كان قصه تانية، انا بكلمك على المدربين العاديين. دايما تحس ان المدير لازم ينصاع للعيبه. طيب يبقى دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه، تشابي الونسو ما خدش فرصته، واي مدرب هيجي تاني ما اظنش ان هو يعرف ياخد فرصته. وعشان كده انا كلامي على ما تقدرش تحكم عليه وتقول ان هو مدرب فاشل او مدرب ما عملش حاجه، لان هو ما قدرش يطلع اللي عنده، ما قدرش يطلع اي استراتيجيه، او ما قدرش يطلع الفكر بتاعه. لان هو ما يعني هو حتى في تصريح ليه بيقول انا كنت فاكر نفسي جاي ادرب لعيبه، ما اعرفش ان انا جاي ادرب اطفال او جاي ادرب اطفال في مدرسه. فده يوضح قد ايه هو ما كانش ليه سلطه وما كانش ليه راي، والموضوع كان بره ايده تماما. بعكس زيدان اللي طبعا رمز كبير لريال مدريد، رمز كبير في العالم، فما كانوش اللعيبه قادرين يتكلموا معاه، كان ليه السلطه ان هو يقعد رونالدو على الدكه ومحدش يعرف يفتح بقه. ولكن هنا انا